ونشوف بقى حد يدفع له، ولما يظهر له حد نبقى نخرجه يا عم. هو اصل بس يا حاج الظروف اصلها مش سامحه. يا عم ظروف ايه وجوابات ايه؟ انا مش فاتحها شؤون اجتماعيه هنا ولا فاتحها سبيل. البضاعه اللي قدامك دي انا بشتريها بالدولار وكاش، يعني يا كاش يا بلاش. هو واتكلوا على الله بقى، ولا هو ولا هي، خلينا نشوف شغلنا واكل عيشنا، احنا لسه ما اصطبحناش ولا استفتحنا. هو افترى ولا ايه؟ اعتبره زي ما تعتبره، طالما اخداني الحق بقى افترى، اعتبره افترى يا عم الحاج، وده حقي بقى واخده زي ما انا عايز، ويا كاش يا بلاش. يا معلم يلا يا عثمان، المعلم حسن جاب من الاخر. اسمع كلام الراجل ده، والراجل ده كرهك على فكره، ما بيحبكش. اتكلوا على الله. السلام عليكم. عليكم السلام. في ايه؟ ناس تبعنا سايبك يا سيدي، قال بعتهم عشان يقسطوا الدين. وعملت معاهم ايه؟ زي ما انت شايف كده، مشيتهم قفاهم يا عمر عيش، وانا ناقص؟ وبعدين انت داخل مكرمش وشك علينا اللي انت كمان. بقول لك يا معلم، قول يا سيدي. انت مش ناوي تبل ريقي بقى بال50 باكو بتوعي؟ اديهم لك بس بعدين. بعدين ليه يا معلم؟ في مصلحة تانية عايزك فيها. لا تانية ولا تالتة، نخلص المصلحة الأولانية الأول وبعد كده ندور على التانية، حقي وحقك. يا منصور الكلام الخرع اللي انت بتقوله ده، ما تصبر يا جدع، بقول لك في مصلحة تانية ويبقى بيننا حساب. الله، مش يمكن الفلوس دي تعمل لك فوايد؟ بقول لك يا معلم، انا اللي فيا مكفيني، يعني ممكن ارد بالكلمتين اللي بينا واجيب عليها واطيها. انا مفيش على راسي بطحه، ما تخلينيش اعملها معاك يا معلم. تعملها معانا يا منصور؟ يد انت كنت بتعملها عليا، انا اللي ما عرفتش اربي. لا يا منصور، فوق الشويه دول تعملهم مع الموكلين بتوعك، ولا على البت سماح اللي لا مؤاخذه مدياك على قفاك ومأكلاك السحت. بقى كده يا معلم، بس كده انا بقى زعلت، وانت ما تعرفش بقى منصور لما يزعل ممكن يعمل ايه، ومفيش سلام. انا عايز اعرف بقى يا منصور، يبقى عرفني. ايه يا اسماء، مالك حبيبتي؟ بقالك كذا يوم مساهمه. ايوب يا ماما، ايوب صعبان عليا قوي. ومن سمعك يا بنتي، ربنا يفك كربه. لا، وخصوصا بعد ما قلتي لي ان رغده سقطت، قلبي وجعني عليها اكتر. انت ما شفتوش، انا اللي شفته، انا اللي حسيت بيه يا ماما. ده طيب وما يستاهلش كل ده. بصي حبيبتي، انا صحيح ما كملتش علامي، لكن انا شفت في الدنيا دي كتير قوي، وصدقيني كل اللي بيحصل ده بين ربنا. ونعم بالله يا ماما. بس ما تعيطيش بقى، امال عايزاكي جامده كده. اصل حرام، والله العظيم حرام. هو عمل ايه في دنيته عشان يحصل له كل ده؟ يعني اخته تبقى سبب في سجنه، ومراته تطلب منه الطلاق وتبيعه، حتى ابنه اللي بيتمنى من الدنيا يموت يا ماما. ده لا كان جبل، كانت هد. يا وجع قلبي عليك يا ايوب. ايوه، هو ده بقى اللي انا كنت خايف منه. هو ايه ده يا واد اللي انت كنت خايف منه؟ بنتك ايوب لسه معشش في دماغها. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ امال ليه رافضه عريس تتمناه اي بنت في الحته حلفي وراكي عشان ترضي عليه؟ مش معنى ان انا رفضت، انا بفكر في ايوب، وانت اطلع بره الحوار ده بقى، انت فاهم؟ لا مش فاهم، وزني كلامك. خدي بالك انك بتتكلمي مع اخوك الكبير. لا، واخده بالي كويس قوي. شيخه، شايف كل تصرفاتك الغلط وساكت وصابر عليكي. اوعي تفتكري انه عشان طلق يبقى الملعب في ديلك خلاص وهنوافق نجوزهولك. لا، تبقى غلطانه، انسي. ما وافقناش عليه وهو سليم، هنوافق عليه وهو رد سجون؟ تصدق ان انت ما عندكش دم؟ عاجبك كده؟
هتفضلي ساكته على قله ادبها ورفضها للعرسان لحد ما تبور وتعنس وتقعد في حجرك؟ بابور ولا ما بابورش؟ هو انا قاعده على قلبك؟ حرام عليك يا بابا، حرام عليك، انا تعبت، انا تعبت يا بابا. ايه يا عثمان؟ البت عملت ايه ولا قالت ايه عشان تسم بدنها بكلامك ده؟